وأني راجع للبيت قبل آذان المغرب بساعة في يوم من أيام شهر رمضان المبارك. فبالطريق استوقفني رجل من الناس الفقراء اللي كان دائما يتردد على درسي ودائما أشوفه حاضر كزائر حال الناس. فسلم علي هذا الشخص بلهفة أدمعت عيني وقال لي: أستحلفك بالله إلا ما فطرت عندي اليوم. فالشيخ حسن يقول: عقدت لساني لهفته وطوقت عنقي رغبته، ما عرفت شنو أقول بعد. فالشيخ حسن قال له: يا أخي، الأهل بانتظاري وظروفي ما تسمح، ولكن يقول أنا أتكلم وياه وصرت أتبع هذا الشخص أمشي وياه، فبقيت أمشي وياه بحيث ما أدري بنفسي. يقول وصرت أتبع هذا الشخص وأمشي وياه وأنا ما أعرف وين بيته وما أعرف شنو ظرفه، لكن شدة اللهفة وشدة تعلق بي أنا بعد رحت وياه للبيت. يقول الشيخ حسن وصلنا لبيته. بيته عبارة عن شنو؟ يقول عبارة عن غرفة ومطبخ وصالة مفتوحة، وهذا البيت وين؟ فوق سطح أحد أصحابه، يعني مشتري هذا البيت فوق أحد الأسطح، وهذا ما إله يقول إلا درج واحد، والدرج عبارة عن خشب تعبان ومتهالك بحيث ما يشيل شخصين، هذا الدرج يطيح فلازم يشيل شخص واحد. والمصيبة يقول كانت السعادة تملأ قلب هذا الرجل، يقول مسرور ومرتاح، لكن شوف الوضع البيت، شوف عيشته وين، حتى مو مثل الناس انه هو ساكن على الارض. يقول عبارات الشكر والامتنان تتدفق من شفتيه ويقول لي: يا سيدي، هذا البيت ملكي والملك لله، ما حد إله عندي ولا شيء، هذا البيت كله إلي. يقول وقال لي: هاي غرفتي، الصبح تشرق الشمس عليها وتغرب من الجهة الثانية، فأنا يوميا الصبح أقعد قبل أذان الفجر أقعد أقرأ قرآن إلى طلوع الشمس. قال له: وأما هذا الشباك اللي جاي تشوفه يا سيدي، هذا زوجتي يوميا تجلس وتدعو لي إنما عايش بالجنة، وهو بيته وين؟ على أسطح ودرج متهالك وغرفة ومطبخ والشمس تشرق عليه وغير وضع التعبان، وهو يقول السعادة تملأ قلبه. يقول وجاي أصعد، يقول بحذر، يقول أخاف إنه هذا الدرج يقول يسقط بينا ونتأذى. فسمحته يتحدث وزوجته يقول لها: حضرين الفطور، الشيخ اليوم يفطر عندي. فزوجته خاطبته وقالت له: يا لفضيحتي، شنو أسوي من الفطور؟ احنا ما عندنا بس الفول، وثانيا انه اكل ما عندنا، وباقي الأذان المغرب نص ساعة، وحتى لو اكو عندنا ما ألحق انه انا اطبخ بنص ساعة لحد الفطور. فالشيخ حسن نادى على صاحب الدار قال له: انا اليوم جيت وياك وراح افطر عندك، لكن عندي شرط. قال له: شنو الشرط سيدي؟ أؤمر. قال له: انا افطر مع آذان المغرب على الماء والتمر، وهذني وياي دائما وموجودات، فأول ما يأذن راح أفطر على الماء والتمر، وما آكل إلا بعد نصف ساعة حتى يعطي مجال إنه يقدر يسوي له فطور، وما آكل إلا الفول والبطاطا، وبعد الهضم راح أنا النوب أصلي وأنتظر الفطور. فالرجل هنا فرح وقال له: أمرك يا سيدي، تدلل. فيقول الشيخ حسن: اختاريت البطاطا اللي هي البوتيتة، يقول لأنها زاد الفقراء وأحسبها عندهم، يعني موجودة بكل بيت اليوم هذا الأكل، وهذا هو اللي عند الفقراء يأكلونه دائما. فالشيخ حسن يقول: بعد ما فطرت وطلعت من هذا البيت، يقول وأنا مليء بالسعادة وأحببت الدنيا بسبب يقول الشكر والثناء عند هذول العائلة، عند هذا الرجل، من الحمد والثناء على نعم الله اللي كانت ما تنقطع من لسانه. يقول مستمر، يقول هو والحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله على هذه الدار، يقولوا مستمر. الشيخ حسن يقول بعد فترة قد دعيت على الإفطار عند أحد الوجهاء، أحد التجار الأثرياء في بيته. يقول لما وصلت للبيت، البيت عبارة عن قصر، يقول فيلا في حديقة، وهاي الفيلا يقول تطل على يقول مسبح، وكان هذا الرجل قد أنعم الله عليه بالمال والأولاد والوجاهة والرزق، يقول وكل شيء، يتمتع بأنواع النعيم. وكان في حديقته يقول مربط من أفضل أنواع الخيول وكذلك الغزلان، كان إنسان ثري وأحد التجار الكبار. أفطرنا عند الرجل، وقبل ما نغادر يقول انفرد به هذا الرجل صاحب الدعوة، قال لي الشيخنا عندي كلام وياك، أريد أحكي وياك بموضوع. فشكى له من ضيق الحياة وهموم التجارة وسوء خلق زوجته ومتاعب أولاده وكل هذا، وبدأ يشكي له، يقول له سئمت الحياة، أريد أموت،
أنا خلصت ما أريد أعيش هاي الحياة. فيقول الشيخ حسن من باب الفيلا يقول مالت هذا الرجل إلى باب سيارتي، يقول سود الحياة بعيني، سود الدنيا بعيني. يقول ضيق علي صدري وضاقت أنفاسي من كثر الشكوى، رفعت رأسي إلى الله وقلت الحمد لله على نعمة الرضا. الإنسان يرضى بما قسمه الله له، هذه أعظم سعادة. يعني شوف هذا الإنسان البسيط اللي ما عنده بيت وهو ساكن فوق الأسطح وغرفة ومطبخ، هو يقول الحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله أنه البيت ملكي. شوف هذا الإنسان شلون يتمتع لكن ما عنده رضا. لو يتملك الدنيا كلها إذا ما حصل هاي القناعة بما قسمه الله له مستحيل يحصل السعادة. فالسعادة مو بالكثرة ولا بتحقيق جميع الأحلام، لا، أنه أنا أرضى اليوم بحياتي. وهواي ناس اليوم تشوفه عنده صحة وعافية، تشوفه أنه هو يملك بيت، أنه هو أولاده موجودين، زوجته موجودة، لكن دائما يشكو سئمت الحياة، أريد أن أخلص، أريد أن أموت، هذه الحياة ضيقة، ويشكون. فانتظرونا إن شاء الله بقصة جديدة وعبرة جديدة.